اتولد في مصر وتربى في السعودية، كان متجوز أمريكانية وطلق وعنده عيلين، كان أذكى شاب عربي ونجم شركة جوجل وبيلعب بالفلوس، بس الدنيا جت عليه وبقى يضرب ماريجوان، وبعدين ربنا هداه وبطل وبقى مدمن بطيخ. ده على 25 يناير وقف مع البرادعي عشان يبقى رئيس لمصر، وعمر سليمان قال له هتندم والإخوان هيركبوكوا، بس ما صدقش. ودارت الأيام واعترف إن مبارك اتظلم والجماعة سرقوا كل حاجة وحياته وشغله باظوا وكان هينتحر. ما لا تعرفه عن وائل غنيم؟ اتولد سنة 80 وبعدها بابا قرر يسافر السعودية لما مرتبه في مصر ما بقاش يكفي احتياجات الأسرة، وهناك اشتغل بمرتب 20 ضعف مرتبه في مصر، وابتدى يحوش سنة ورا سنة عشان لما يرجع يفتح عيادة خاصة هنا. ولما ظهرت شركات توظيف الأموال حط فيها كل اللي معاه، وفجأة الحكومة قررت تقضي على الشركات دي وخسر أبوه كل اللي حوشوه، وهنا قرر يكمل شوية في السعودية ويعوض الخسارة. وائل كان أكتر واحد زعلان عشان نفسه يرجع مصر، ومع ضغوط الزوجة رجع وائل وأخواته وأمه. بابا فضل شوية هناك لحد ما يجمع فلوس يأمن بيها مستقبل عياله، ودخل وائل مدرسة إعدادي خاصة في الزمالك سنة 94 وطلع التاني على المدرسة، بس بعد شوية حول لمدرسة الأورمان عشان يدخل فصول المتفوقين، ويشاء الحظ إنه يسافر السعودية لوالده وقت اختبارات فصول المتفوقين، وبقى مضطر يدخل الفصول العادية وعاش فيها أسوأ أيامه، خصوصا إن المدرسة ولاد بس اتأقلم بعد شوية، وفي الثانوية جاب 97% مع إنه ما خدش دروس خصوصية غير في الرياضيات والكيمياء، ودخل كلية الهندسة جامعة القاهرة. وفي اللحظة دي ابتدى يدور على شغل، والسبب فاتورة التليفون. الحكاية إن وائل كان بيقعد على النت وقت طويل جدا، فالفاتورة كانت بتيجي بمبلغ كبير، ووالده ما كانش عاجبه الوضع لدرجة إنه خد الكمبيوتر بتاعه وخباه في الدولاب، وعشان كده قرر يشتغل ويدفع الفاتورة ويقعد على النت براحته. وبالفعل اشتغل شغلانتين، الأولى في ألعاب كمبيوتر والتانية مطور مواقع على الإنترنت، لكن الشغل كان مؤثر جدا على دراسته وبقى يجيب درجات وحشة، وسمعته في الكلية إنه طالب فاشل، لدرجة إن في مرة دكتور سأله بعد ما خلص المحاضرة فهمت يا فلان؟ قال له أيوة، فالدكتور قال له يبقى كده الدفعة كلها فهمت. ولما كان بيدرس في كلية الهندسة عمل موقع اسمه طريق الإسلام، وبقى أكبر موقع إسلامي على النت بالعربي والإنجليزي، ومن موقع اتعرف على الأمريكية واللي كانت مسيحية وأسلمت ولبست الحجاب، وسافر أمريكا سنة 2001 وهو لسه طالب، واتجوزها من غير ما أبوه ولا أمه يعرفوا، لدرجة إن مامته قطعته شهور بسبب الموقف ده، وكان لما يتصل بيهم بقت تقفل السماعة أول ما تسمع صوته، وقرر يكمل دراسته هناك، لكن فجأة حصلت أحداث 11 سبتمبر وبقى مستحيل يعيش في أمريكا زي مسلمين كتير غير وقتها. ورجع هو ومراته لمصر، لكن أمه ما كانتش طايقاهم، وتمر الأيام ويخلف وائل بنته إسراء في 2003، وتخرج من الكلية في 2004 وبقى مهندس كمبيوتر رسمي. وبسبب عبقريته اشتغل في شركة جوجل وهو ما كملش 28 سنة، وبقى المدير الإقليمي للتسويق بعد كده. وطول السنين دي وائل ما كانش ليه في السياسة، وفي فترة من الفترات كان شايف إن جمال مبارك هو أمل مصر لأنه شاب ومتعلم وهيخلصنا من العقول القديمة، لكن الأمل راح بعد شوية، وفي 2010 دخل السياسة لأول مرة لما عمل صفحة على فيسبوك لدعم البرادعي، بس عملها بشكل سري ومن غير ما حد يعرف إنه وراها، والسبب إنه خايف على مراته وولاده وأسرته من غضب نظام، وخصوصا إنه عنده فوبيا اسمها فوبيا أمن الدولة. بعدها عمل صفحة كلنا خالد سعيد، ومنها قلب مصر في 25 يناير، واتقبض عليه في الفترة دي لمدة 11 يوم، ولما طلع بقى بطل الثورة الأول. بيحكي وائل إنه قبل ما يخرج قعد معاه ضابط وقال له يا وائل كفاية كده، الرئيس مبارك استجاب لكل مطالبكم، لو صممتوا إنه يمشي فورا الإخوان هيوصلوا للحكم. بس طبعا ما كانش مقتنع، وظهر مع منى الشاذلي في حلقة بمقابل 1,000,000 جنيه وتبرع بيهم لأهالي الشهداء. ولما عيط الرئيس مبارك مشي بعد 3 أيام، ووائل قال خلاص مصر الجديدة جاية في السكة. وهوب الإخوان سيطروا على المسائل فعلا، ومن هنا بدأت النهاية، وكانت حياته إحباطات ورا إحباطات، خصوصا لما مرسي فاز وقرر بعد ثورة 30 يونيو يسكت خالص والناس نسيته، لحد ما ظهروا في بقه السيجارة وشكله بقى واحد تاني خالص، والكل اتصدم وكمان بقى عاطل، وطلق مراته اللي خدت الولاد إسراء وآدم يعيشوا معاها، وبعد فقرات كوميدية كتير رجع مصر يعيش وسط أهله، وبقى مواطن صالح ولبس الجلابية ونزل يشتري بطيخة، وحظه كان حلو وطلعت مرملة